الموسيقى شيء لطيف وجميل، ومعظمنا بيكون حابب يشغل حاجة معظم الوقت وهو بيعمل أي حاجة. لكن الموسيقى حاليا بقت أشبه بالشبح، بيطاردك في كل حتة، كل ما تروح في مكان هتلاقيها موجودة، لدرجة إنك مش عارف تفصل منها، مش عارف إمتى هتخلي ودانك تستريح من كمية الذبذبات اللي بتدخل لطبلة ودنك. ولكن الموسيقى والأغاني استولت على العالم كله واحتلته، لدرجة ان مش احنا اللي بنختار نسمعها امتى وفين، انت في الغالب بتبقى مجبر على ده. تعال اشرح لك احنا الى اي مدى واصلين. دلوقتي في اي مطعم او كافيه هتلاقيه مشغل اغاني، وفي الغالب الاغاني والموسيقى دي بتبقى من سياسة المكان انه لازم يشغل اغاني، ولو طلبت منه ان هو يوقف الاغاني او الموسيقى دي لاي سبب ما هيكون الرد كالتالي: انا اسف جدا يا فندم، بس لا انا مش هقدر اطفي الاغاني لان دي من سياسة المكان. طيب يعني عايزين نذاكر مثلا، بص انا ممكن اوطي الاغاني شويه او الموسيقى، بس انا بعتذر لك جدا يا فندم، والله انا فعلا مش هقدر اطفي الاغاني لان دي بسياسه المكان وانا هتاذي ساعتك. طب ممكن؟ لا يا فندم، لا مش ممكن. روح كل في مكان تاني يا فندم، روح كل في مكان تاني. فكره انك توصل للهدوء التام او الهدوء المثالي ده هي شبه مستحيله. شيء ايه؟ هو الهبل ده قال لك ايه؟ بقول لك مستحيل انك توصل لفكرة الهدوء التام. حتى لو قفلت كل حاجة بتعمل صوت حواليك، هتقفل كل حاجة بتعمل صوت حواليك، هتسمع صوت الطبيعة، هتسمع الطيور، الحيوانات، الهواء. حتى لو دخلت اكتر اوضة معزولة في العالم كله هتسمع دقات قلبك، نبضات قلبك هتسمعها بودانك عادي، ونبضات يعني ايقاع. ولو اتخضيت شويه كمان ان انت سامع صوت نبضات قلبك بودانك عادي، نبضات قلبك هتزيد والايقاع هيتغير، ومش هتوصل للهدوء التام. مش هتوصل للهدوء الا لو فقدت الحاسه دي، حاسه السمع. الموسيقى بتحفز مراكز المتعه في الدماغ اللي بتفرز الدوبامين اللي هو ناقل عصبي بيخليك تحس بالسعاده. الموسيقى بتحفز مراكز المتعة. الاستجابة دي بقى استجابة سريعة قوي، لدرجة ان الدماغ بيتوقع الاماكن الاكثر متعة في الموسيقى والاغاني، وبيجهز نفسه في الحالة دي باندفاع مبكر للدوبامين. بالظبط زي ما تكون متجمع انت واصحابك في فرح مثلا، وفي اغنيه كلكم بتحبوها وكلكم عارفينها، قاعدين بقى تهزوا راسكم وبتتحركوا مع الموسيقى بتاعه الاغنيه، وفي الغالب بتقولوا كمان كلمات الاغنيه. ولما تيجي الحته اللي كلكم مستنيينها في الاغنيه علشان تتنططوا وتقولوها كلكم في صوت واحد، هي دي الحته اللي تحس فيها بشعور السعاده. واو. فتلاقي كل اصلا اللي ما كانش حافظ الاغنيه جه عند الحته دي اللي هي اصلا تعتبر الحته الجامده قوي في الاغنيه اللي بتعمل اثاره للدماغ، وتلاقيكم كلكم في نفس واحد مع المغني حافظين الحته دي وكلكم بتغنوها علشان هي الحته دي اجمد حته بالنسبه لكم في الاغنيه. بتحس ساعتها بفرحه وشعور سعاده كده لما تمشي مع الموسيقى وتقعد تمزج دماغك وتقعد تتنطط وتغني وتتكلم انت واصحابك او تقولوا كلمات الاغنيه في نفس واحد. وممكن تلاقي جسمك بيقشعر من الموقف ده بالذات، لان الدوبامين عندك اتفرز بشكل مسبق، وكمان انت في حاله جميله. الموسيقى بشكل قطعي بتأثر على المزاج، والعلم وثق حالات كتير لأشخاص عانوا من إصابات في الدماغ وفقدوا قدرتهم على تمييز الألحان أو تمييز اللحن يعني، ولكنهم احتفظوا بالقدرة على التعرف على المشاعر اللي بتنقلها الموسيقى. وخليني أعترف لك اعتراف صغير قد كده، المشاعر والعاطفة لما بتدخل في أي حاجة بتكون أقوى وأصعب من حيث تأثيرها عليك أنت، وعلشان كده الموف أون بيكون صعب، لأنك لما تحب شخص وتتعلق بيه وعاطفتك ومشاعرك بيتحركوا ناحيته، انت بتحس معاه بشعور حلو وجميل، ومع لحظات الفراق والانفصال وان خلاص قررتوا ان بص ده هو الحل السليم وخلاص احنا مش هنكمل مع بعض. ولكن وخد بالك من لكن دي، لانك لما هتفتكر المشاعر بعد كده، وبرضو حط في الاعتبار ان ذاكرة المشاعر قوية، هتلاقي ان الاحساس اللي انت كنت بتحسه معاه، الاحساس الحلو اللطيف الجميل ده، انت هتحسه تاني ولكن الشخص ده مش موجود. تلاقي ان الاحساس ده بتحس بيه تاني زي اول مرة كنت بتحس فيها بالاحساس ده، وبما ان الشخص ده مش موجود معاك تاني فالفقد ده بيكون شيء مؤلم جدا، وساعتها هتحس بشعور مش كويس. فتخيل بقى انت كمان مش بتحس بشعور الفقد بس، لا ده انت كمان بتسمع تامر عاشور وتلاقي كل شويه بيفكرك بالموضوع، وتقعد بقى ترسم لنفسك سيناريو مع الاغنيه، وهيجي لي موجوع دموعه في عينه زعلان وانت الوحيد اللي موجوع هنا فوق. واللي عايز اقوله كمان
ان تاثير الاغنيه نفسه مش سهل، لا ده الاغنيه معموله اصلا علشان تاثر فيك، لازم الاغنيه تسيب فيك اثر، فانت تشوف الاغنيه اكتر من مره او تسمعها اكتر من مره، فالاغنيه تعمل ترند. وكل ده ازاي؟ علشان ثابت فيك اثر او تاثير، فانت حاسس ان الموضوع ده قريب منك قوي، وان نفس الشخص اللي بيغني ده او نفس الاغنيه بالكلمات اللي فيها بتبقى متطابقه معاك. يعني عايز اقول لك ان اللي بيعمل الاغنيه ده بيطلع عينه عشان يعمل لك الاغنيه دي، وعشان يدور على التاثير لازم يبالغ في الشعور، لازم يبالغ في الكلمات اللي بيوصلها لك علشان تسيب فيك اثر. ولما تسيب فيك اثر هتسمع الاغنيه مره واثنين وثلاثه وتشيرها وتنزلها ستوريز فتتشاف، الاغنيه تتسمع. وده هو اللعبه كلها عليك. بص، الابحاث بتقولك ان الاغاني ممكن تاثر علينا بشكل كبير، ممكن تاثر على المرض، الاكتئاب، الانتاجيه، وتصورنا للعالم كله. وبعض الابحاث قالت انها ممكن تزود من الافكار العدوانيه وتشجع على الجريمه. في دراسه اتعملت مؤخرا في بريطانيا، الدراسه دي اشارت ان في ربط ما بين الجرائم اللي بتسعى لجذب الانتباه واغاني الدريل. والدريل لو متعرفوش هو نوع من انواع الراب اللي بيكون مشهور اكتر بانه بيكون فيه كلمات تهديديه. والدريل عموما بيدور على التنافس بين العصابات والمافيا وكده، والجمهور هو اللي بيحكم على المؤدي اذا كان عايش فعلا الحياه دي ولا هو بيقولها كده في الاغاني بتاعته وخلاص. فلو انت كلماتك دي في الاغاني وبس فانت بالنسبه لي فيستك، فخلي كلامك على قدك بقى. واللي انت المفروض تستغربه زي ما انا مستغربه دلوقتي حالا ان في كتاب كامل معمول عن الموسيقى وعلاقتها بالجريمه. وعلى ذكر الدريل بقى والصناعه دي، فالكلام ده فعلا حقيقي. ولو انت متابع شويه هتكون عدت عليك المشكله بتاعت المعادي تاون مافيا، مغنيين راب متخصصين في الدريل وكلامهم في الاغاني كله انهم جامدين ومفيش منهم اتنين، واوعى تيجي على سكتي علشان سكينتي في شنطتي، ومافيا بقى مافيا وكده. المفروض ان الكلام ده في الاغاني وخلاص، خلصت على كده. احنا في مصر ما عندناش عصابات بقى والكلام بتاع الجانجستر ويو دونت هاف ذا رايت تو كول يور سيلف وست كوست جانجستر علشان انت معيش اللي هم عاشوه. فخلاص الموضوع ده بينتهي عند الاستوديو، انت بعد الاستوديو خلاص ما فيش الكلام ده اللي انت بتقوله في اغانيك اصلا. ولكن تتفاجئ ان هما بيتعاملوا مع منافسيهم بالاسلوب ده، المنافسين اللي في ما بينهم نكش، اللي هو بمعنى اصح كده بيجيبوا سيره بعض في الدسات ويقعدوا بقى يخبطوا في بعض ويقعدوا بقى يدسوا بعض الاسباب مالناش دعوه بيها. الموضوع بقى ما وقفش عندهم عند الاغاني وخلاص، ولكن الموضوع كان بيوصل انهم بيتعدوا على منافسيهم في الشارع لدرجه ان هم بيضربوهم، والموضوع بقى فيه اصابات خطيره وبيخش فيها المستشفيات وحالات خطره يعني، وبيعملوا عليهم عصابات. فتخيل بقى دول الصناع نفسهم اللي بيكتبوا الاغاني دي بنفسهم وعارفين حياتهم وهم عايشين ازاي وجايين منين وبيعملوا ايه في حياتهم، ما بالك بقى المستمع نفسه، الشخص اللي بيسمع الاغنيه اللي كلها تحفيز وتحريض على العنف وفيها قوه رهيبه. تفتكر الشخص ده هيعمل ايه؟ الاغاني ليها سلطه على المشاعر. يعني في تجربة عملوها سنة 2011 وعينت الدراسة كانت 43 طالب. الدراسة كانت بسيطة جدا، جابوا الطلاب وقعدوهم في مكان عادي جدا وقاعدين معاهم وبيتكلموا معاهم بشكل عادي جدا ومشغلين لهم في الخلفية أغاني. وبعد فترة كلفوهم بمهمة بسيطة قوي. المهمة دي هي انهم هيعرضوا لهم شوية صور، شوية وشوش لأشخاص، والمفروض ان هم يعملوه انهم يحددوا بس مين الشخص الحزين ومين الوجوه السعيدة. اللي انت شايفه فرحان قول لي ده فرحان، واللي انت شايفه زعلان قول لي ده حزين. لما شغلوا موسيقى واغاني سعيده الطلاب رصدوا وشوش سعيده كتير، ولما شغلوا موسيقى حزينه كان العكس صحيح، بل كمان كان في وشوش اختاروها انها وشوش سعيده. لما كان في اغاني سعيده شغاله اختاروها تاني لما كان في اغاني حزينه على انها وجوه حزينه، مع انه اختاروا قبل كده على انه من الوجوه السعيده لما كان بيسمع موسيقى فيها حماس او فيها تفاؤل او فيها روح. عموما اللي شغالين على البحث ده شايفين ان ده ممكن يكون بسبب القرار الادراكي لمحفزاتنا الحسيه، وفي حاله التجربه تعبيرات الوش اتاثرت بشكل مباشر بحالتنا العقليه. بس الاغاني مش كلها سلبيات، كل حاجه فيها الحلو والوحش، بس الموسيقى والاغاني بتساعدنا على التعلم بالايقاع والنغمات الموسيقيه. لما تبقى في حاجه صعبه علينا في الدراسه بتلاقينا بنتجه فورا اننا نغنيها، وبنخلي الكلام فيه نغمه ووزن معين، واللحن اللي احنا بنفضل فاكرينه حتى لو نسينا الكلام تلاقي نفسك بتدندن اللحن وبتحاول تفتكر الكلام بتاعه، فبيساعدنا على اننا نفتكر احسن واسرع، لان النغمه او الوزن بين الكلام بيحكم على الكلام ان هو يكون متقارب من بعضه، قريب في الطريقه والكتابه والنطق وكل حاجه، فهيكون الكلام متشابه فهيكون سهل عليك ان انت تفتكره. وعلشان كده لما بنحفظ حاجه بنحاول نحولها لوزن وقافيه وموسيقى او ان احنا نغنيها. وبرده الموسيقى ليها هدف،
مش بس شويه كلام بنقوله او للترفيه. الموسيقى ممكن تكون هي الصوت اللي طالع من وسط الكبت واليأس، الصوت اللي ممكن يغير معنويات الناس ويزود عندهم شعورهم بالحب والحنين تجاه الوطن مثلا. والاغاني دي في الغالب بتبقى مدروسه كويس ومعموله بلحن وموسيقى في الغالب مميزين جدا. والاغاني دي ممكن تتعمل من الدوله نفسها اللي هي الحكومات يعني، او من اشخاص عاديين شافوا ان البلد دي فيها حاجه مختلفه وحبوا يعبروا عن حبهم وانتمائهم للوطن، فشافوا ان دي الطريقه الوحيده ان هم يعبروا بيها، بانهم يحببوا الناس فيها زيهم بالظبط على جمال وصفهم والكلمات اللي بيستخدموها والالحان الموزونه. وطبعا لاننا شعب عاطفي بالفطره، فالاغاني دي بتجيب معانا قوي وبتأثر فينا جدا. اللي عايز اقوله في النهاية ان كل حاجة ليها الجانب الحلو والجانب الوحش، وانا الاغاني كان ليها تجربة معايا زي اي حد تقريبا ليه تجربة مع الاغاني وادمانها. الاغاني لما بتاخد حيز اكبر منها وتبقى مش قادر تبطلها في يومك ومش قادر توقف سماع حاجة، بتكون سلاح عكسي. سلاح عكسي بمعنى انها بدل ما تكون بترفه عنك وبتخلي يومك احسن وحياتك ممتعة اكتر، هي بتضرك وبتأذيك، على عكس الهدف اللي انت عايزه من الاغنية او تأثيرها عليك. والفكرة من الموضوع ان الاغاني حلوة قوي، الاغاني جميلة جدا، الحلو في الاغاني والمميز فيها كتير جدا ومش بيخلص. وعلشان الاغاني جميله جدا هتلاقي نفسك بتسمع اغنيه ومش بتبطل، تقعد تسمعها تاني وتالت، بعدين تقلب على الاغنيه اللي بعدها وتفضل تسمع اغاني من اول يوم لحد ما اليوم ينتهي. والمشكله هنا ان هي بتقتل لحظات الصمت اللي في اليوم، اللحظات اللي انت المفروض قاعد فيها مع نفسك، قاعد بتفكر فيها، قاعد بتحاول تقعد تحسب خطتك. انت بتغذي الفتره دي بكلام مش بتاعك، كلام ناس هي اللي مألفاه، مشاعر واحاسيس وتأثير مش ليك ولا بتاعك ولا حتى قريب منك، ولكن انت بتحاول تقرب نفسك من الأغنية وتحاول تحط نفسك في قلب الأحداث بتاعت الأغاني. وهتلاحظ ده حتى في أي أغنية أنت بتسمعها، سواء كانت أغنية رومانسية، أغنية تراب ودريل وقوة والكلام ده. ولذلك أنا خدت فترة كبريك من الأغاني كلها، كان حوالي 60 يوم أو أزيد شوية. كنت عايز اقعد معاك اكتر من كده ولكن احنا وقتنا خلص. اشوفك الحلقة الجاية، وكان معاك محمد عبده، وده اطار. سلام.